ما بيمشيش عسكري لوحده ابدا ابدا، ده بتبقى على طول مصفحات. احنا لما بنروح فرنسا وده من سنه، يعني انا كنت هناك سنه 79، كانت المصفحات بتبقى موجوده في الشوارع الخلفيه وداخلها مش اقل من 12 عسكري. لو حضرتك شايفه الصوره هم بيضربوه بخشبه في ايديهم، غالبا برضو جزء من ايد مقشه لما كانوا بيكسروا يعني. انا عايزه اقول لك ده ممكن يكون، على فكره ممكن يكون حديده زي الحدائد اللي بتتحط في الشبابيك. والله يا دكتوره ساميه يعني خليني حدايد. خليني فده انا يعني لازم يكون اصلا الامن الاداري اللي موجود ده لازم يكونوا اكتر من واحد واقفين مع بعض ومتدربين تدريب عالي. هذه العمليه العبثيه اللي بتقوم بيها البنات الحقيقه، اللي انا يعني بشوف انها دول مش بنات، ودول اصلا مش مصريات. وعلى فكره مهما يتقال ان ده هيتعمل في الفيديو ولا ده هيؤثر على المنظر، لا هو عمره ما هيؤثر على المنظر، لانه بالعكس ده بيأثر عليهم هم وبياخذ كثير جدا من شكلهم ومن يعني سمعتهم. وانا اعتقد ان احنا محتاجين نقف وقفه، ولازم فعلا يطلق على هذه الجماعه انها جماعه ارهابيه، ولازم البنات دول يتحاسبوا. انا مش فاهمه فين المحاسبه دي، يعني فين اين بقى حقوق الانسان المصريه؟ انا هنا من خلال حضراتكم ومن خلال يعني المنبر الجميل بتاع يعني هذا البرنامج اللي فعلا بنشاهده وبنحبه وبنحب ان احنا نقعد قدامه، عايزه اقول اين حقوق الانسان المصريه؟ هل حقوق الانسان دي بتشوف الصوره بزاويه معينه وتترك الزاويه الاخرى؟ أين حقوق هذا الرجل؟ حقوق هذا الموظف؟ يعني أنا بضم صوتي لصوت حضرتك إن إحنا لازم نحاول نتساءل بجد. بس خليني أشكرك أنا يعني شكرا جزيلا الأستاذة الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس.